الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومصطفانا محمد بن عبد الله أرسله الله إلى أمة شديد ضلالها شديد جهالها، فدلها على السنن وعرفها، وحذرها المهالك وخوفها. فكانت صفاته جمة لا أستطيع أن أحصيها، ولكني أقدم العذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقول: عذرا رسول الله إن قصرت في وصفك، فإن جمالكم لن يوصفا. جاءت قديما ذرة من نوركم، قد جمل الرحمن منها يوسفا. والله لو جد العباقر كلهم في وصف أفضال له لن تعرفا. والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما كفى. والله لو ماء البحار بجميعها كان المداد لوصف أحمد ما كفى. والله لو قبر النبي تفجرت أنواره للبدر ولى واختفى. يكفيه لقيا في السماوات العلى، وبحضرة المولى الكريم تشرفا. يكفيه أن البدر يخسف نوره، لكن نور محمد لن يخسفا. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، حديثنا اليوم عن اليتيم. وأما اليتيم فلا تقهر. اليتيم: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، إن الله عزيز حكيم. اليتيم: لا تقهر اليتيم، لأنه لم يعد قلب اليتيم أن يتحمل القهر بعد أن فقد أباه، السند الذي يسند عليه قد واراه الله تحت التراب، فلا يتحمل قلب اليتيم القهر، كما قال ربنا: وأما اليتيم فلا تقهر. اليتيم: النبي صلى الله عليه وسلم يخبر: أقرب الناس من رسول الله يوم القيامة الذي يكفل اليتيم. نبينا صلى الله عليه وسلم يخبرنا: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. قريب من رسول الله كافل اليتيم،
وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعيه السبابة والوسطى. اليتيم. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو قسوة قلبه. الراجل حس ان قلبه جامد، حس انه غليظ، حاسس ان قلبه ما فيهوش رحمة، قلبه مليء بالقسوة، فأراد أن يصلح الله حاله. يذهب إلى من؟ يذهب إلى الطبيب، والطبيب آنذاك محمد صلى الله عليه وسلم. ذهب الرجل إلى الطبيب المعالج وهو رسول الله، يشكو قسوة قلبه. فماذا يكون علاج هذا الرجل؟ قال له صلى الله عليه وسلم: امسح على رأس اليتيم وأطعمه من طعامك يلن قلبك بإذن الله. يبقى علاش قسوة القلب؟ العطف على اليتيم، لأن اليتيم ليس هين عند الله، لا والله، فإنه إذا بكى اليتيم اهتز عرش الرحمن لبكاء اليتيم، وينادي الجبار وينادي الملك وهو أعلم: من ذا الذي أبكى هذا اليتيم الذي غيبت أبواه في التراب؟ أشهدكم أن من أسكته وأرضاه أن أرضيه يوم القيامة. ولما ربنا يرضيك يوم القيامة مش هيديك فدانين تزرع فيهم، لا، ده هيعطيك جنة عرضها السماوات والأرض. نصيبك كم في الجنة؟ أقل الناس نصيبا في الجنة، أقل واحد نصيبه في الجنة له مثل الدنيا وعشرة أمثالها. يا نهار أبيض! أقل واحد، أيوة، أقل واحد ليه ملك في الجنة كم؟ قد الدنيا وعشرة أمثالها. والكلام ده ورد في الصحيح، مش خزعبلات. أشهدكم أن من أسكته وأرضاه أن أرضيه يوم القيامة. خلي بالك، ونبينا صلى الله عليه وسلم يخبرنا فيقول: أنا أول من يفتح باب الجنة إلا امرأة تبادرني. يبص كده يلاقي واحدة بتتسابق مع النبي، ده مين دي؟ يسألها صلى الله عليه وسلم: من هذه الذي تبادر سيد الأولين والآخرين؟ من أنت يا امرأة يا من تبادرين رسول الله على باب الجنة؟ فتقول: يا رسول الله أنا امرأة قعدت على يتامى، أنفقت على أولادها الأيتام وربتهم تربية صحيحة، لأنها تعي وتعرف: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولذلك لما ولدت مريم عليها السلام يتيمة لا أحد يرعاها، ونذرت أمها أن تجعلها خادمة لبيت الله، لبيت المقدس، لبيت يركع فيه ويسجد فيه لله.
قالت وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. ومن الذي كفل هذه اليتيمة؟ وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. كفلها زكريا كما كفلت امرأة موسى، كما كفلت امرأة فرعون موسى. لا تقتلوه عسى أن ينفعنا. نعم إن هذا الأمر أجره كبير. ويسألونك عن اليتامى قل يا محمد قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. ولذلك إذا نظرنا إلى الخنساء معها 4 أولاد وما فيش حد بيأدي بأولاده إلى الهلاك، وقفت الخنساء قبل معركة القادسية وقالت لأبنائها أشهد الله الذي لا إله إلا هو ما خنت لكم أبا فأنتم أبناء الرجل الواحد. لا، أنا حافظت على شرفي مع أبوكم وأنجبتكم من الحلال. والله ما خنت أباكم ولا فضحت خالكم، لفضحت خالكم ولا خنت أبوكم، وأنتم أبناء الرجل الواحد. اذهبوا إلى القتال في سبيل الله ولتكونوا جميعا شهداء عند الله، لأن الشهيد حي يرزق. وخرج أبناؤها بعد وصية أمهما الخنساء للقتال في معركة القادسية، وأتوا بهم جميعهم شهداء كما تمنت المرأة العاقلة. ما قالتش ابنها حاسب لحسن تتعور، لا، ده قالت له أودي بحياتك في سبيل الله لأن الشهيد حي. ولما جاءها الأمر قالت الحمد لله الذي صاروا شهداء في سبيل الله، وإني لأرجو الله أن يجمعني بهم يوم القيامة في دار كرامته ومستقر رحمته. نعم، هكذا تكون النسوة، وهكذا يكون الإسلام، وهكذا تكون المرأة التي ربت وأدبت وحافظت على نفسها من العبث. نعم، ما خانت لهم أبا ولا فضحت لهم خالا، ربتهم أحسن التربية فصار جميعهم شهداء في سبيل الله. نعم، اليتيم في هذا الزمان مظلوم. اليتيم، من الذي يأخذ حق اليتيم؟ الملك، ملك الملوك نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه القصة الذي لم أقف على صحتها، لما خرج يوم العيد فوجد صبية يلعبون وصبي مهموم على قارعة الطريق، فمشى إليه صلى الله عليه وسلم وهو الحنون الرحيم الذي كان يواسي الطفل، قم ينزل على ركبيه إلى الأرض عشان يبقى طوله، عشان ما يتعبش الطفل لما يطل سيدنا النبي يرفع وشه. ينزلوا
صلى الله عليه وسلم إلى الأرض ليواسي الطفل الصغير. ما بك يا غلام؟ قال إليك عني يا هذا. ولم يعرف الغلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يكلمه. ما بك يا غلام؟ إليك عني يا هذا. وألح النبي صلى الله عليه وسلم قال يا هذا مات أبي وتزوجت أمي بعد أبي، فإن غبت لا يسأل عني، وإن جعت لا يطعموني، وإن عريت لا يكسوني. وبكى النبي صلى الله عليه وسلم لأن قلب النبي كان كقلب الطير، قلبه كأفئدة الطير، يبكي لهذا اليتيم الذي ظلم. فقال يا غلام أترضى يا غلام أن يكون عليا بن أبي طالب لك أبا، وفاطمة أما، ورسول الله جدا، والحسن والحسين لك أخوين؟ قال من أنت يا هذا؟ قال أنا محمد بن عبد الله رسول الله. وإذ بالغلام أراد أن يقبل يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له ومن لا يرضى يا رسول الله أن تكون له جدا وعليا أبا وفاطمة أما والحسن والحسين أخوين. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالغلام إلى فاطمة، قال يا فاطمة اغسليه وادهنيه وطيبيه، فغسلته فاطمة وطيبته، وخرج الغلام بين الصبية صاحب ريحة فواحة طيبة، حتى تمنى الصبية أن يكونوا فقد أباؤهم في سبيل الله، ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم لهم جدا وفاطمة أما وعليا أبا والحسن والحسين أخوين. ويقول صلى الله عليه وسلم البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان حي لا يموت. ابن آدم